ليس لنا مصلحة في أن يخاصم بعضنا بعضا أو يشتم بعضنا بعضا أو يسب بعضنا بعضا. لذلك أيها الأخوة، مما تأتيك بعض المرات نبقى احنا في مدافعة كبيرة في قضية عادية وهي الغش في الامتحانات، ويكون عدد الذين حاولوا الغش في الامتحانات بالآلاف. هذه كارثة، هذا نظام تعليمي أفلس. كيف شاب صغير يريد أن يمر عبر الغش ويعتبر أن الغش حق له ومكسب؟ متى تنتج أنت؟ هل تستطيع أن تصنع مواطنا من طالب يرى أن الغش حلال؟ كيف لا يكون غشاشا إذا كان هذا إطارا؟ كيف لا يغش إذا كان مهندسا؟ كيف لا يغش إذا كان بناء؟ كيف إذا هو عرف أن فضل الغش عليه كبير سيستمر في الغش الأمم لا تعيش ولا تحيا ولا تزدهر بالغش. هذه ظاهرة، وما أكثر الظواهر السلبية التي نراها في الواقع، ونرى أن هناك بونا شاسعا بين تمذهبنا وتديننا وبين الواقع. الواقع شيء آخر. في الأموال، في التجارات، ترى أشياء فظيعة جدا لا صلة لها بالإسلام، لكن هذا كله قابل لأن يصلح، قابل لأن يعالج. وإنما نريد فقط أن تكون هذه المثابات، هذه المنصات للتكوين، هذه المساجد أصبحت الآن ضرورية. كل محلة، كل تجمع ليس فيه مسجد فهو في خطر، لأن الناس سيتدينون كما يشاءون وسيقتنعون بأفكار يعلم الله كيف ستكون.